السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم من داخل مصر وخارج مصر، على راسي من فوق. كل اللي بيتابعنا على يوميات في مزرعتك على دماغي من فوق، واللي بيتابعنا بالنسبة لليوتيوب على دماغي من فوق باسم الإسلامية المتميز للأرانب والأعلاف. لو أنت بترحب بينا على فيسبوك تقدر تخش على يوميات في مزرعتك أرانب الإسلامية، هو دي العنوان بتاع الصفحة بتاعتنا. النهارده فيديو ناس كتير بشوفها بتتكلم عن قلة الخصوبة عند الذكور. تابعوا معانا الفيديو للاخر، ويا ريت تكملوا معانا الفيديو للاخر، لان الفيديو ده بشوفه كتير وناس بتعاني كتير، بس انا هفهمكم كذا جزئيه. تابعوا معانا الفيديو للاخر، ولو سمحتوا بقى كل اللي اتفرج على الفيديو يدينا لايك بتاعكم يهمنا ويفرق معانا كتير. وعايزكم برضو تتابعوا اخر فيديو لاخر الفيديو يا جماعه، عشان اوريكم النتال بكر اللي احنا كنا موريها لكم. العظمه دي يا جماعه ولدت وجابت ايه وايه اضرار اللي ممكن تسيبها في الصندوق تضرك فيما بعد. تابعوا معانا الفيديو للاخر، وهنتكلم عن اول حاجه بالنسبه للذكور، ايه منع الخصوبه او يخصب معاك والامهات ما بتمسكش. هنتابعوا معانا الفيديو وهنوريك برضو هنعمل ايه مع الامهات دي. ورجعنا لكم تاني يا جماعة. تعالى برضو نعرفكم ايه سبب منع الخصوبة او الذكر بيلقح عادي بس ما فيش اي اخصاب. تابعوا معانا وقرب لي كده على الفيديو، قرب لي كده هوريهم حاجة. طبعا ذكر زي ده يا جماعة، هو ذكر زي ما انتم شايفين. طبعا الذكر ده بيلقح وكل حاجة، بس الامهات ما بتمسكش. ايه الفرق يا جماعة؟ طبعا الذكر اهو اهو بيغير شعر. طبعا طول ما الذكر بيغير شعر او بيغير اللي هو ما بين الموسم، اللي هو الموسم الشتاء او الموسم الصيف، بتلاقيه بيقوم مغير نفس الدرجه دي. اهو ده كرات يا جماعه بيخصب بس ما فيش موجب ليه خالص. طبعا الشعر اللي هو ملكفت في بعضه دي طبعا هو اللي بيغيره. طبعا نعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ الحاله اللي زي دي يا جماعه بننزل لها املاح، بتتكى شويه على الاملاح، وهندي لكم برده بعد كده البرنامج بتاعنا اللي انت تشتغل عليه. ذكر زي ده يفضل في مكانه عادي زي كده يا جماعه، وبس تشيل له الشعر اللي انا وريته لك ده، الشعر اللي هو ملكفت في بعضه. ذكر ده مهما تخصب بيه عمره ما هيمسك اي موجب خالص، وحتى ولو الام مسكت منه هيمسك لك في عدد واحد او اتنين. دي الطريقه ديت بتمسك له. تحط له املاح شويه املاح وشويه فيتامينات في الميه بيقدر يعوضوه. طيب نبعد ازاي عن الجزئيه دي يا جماعه؟ بالنسبه طبعا شايفين ذكر اهوت يا جماعه بكر، بسم الله ما شاء الله. ذكر بكر اهوت يا جماعه، مش ما فيهوش اي تغيير شعر، ما فيهوش اي حاجه، وكامل مكمل في كل حاجه، لدرجه لما نحط له انتهى يطلع على طول. الذكر لما بيغير شعر بيفضل فتره ديت، لو خصب او طلع على انتهى ما بيخصبش معاك. اما الذكوره الذكر ديت بتسيبها في اول الموسم عشان تشتغل معاك، وهي دي اللي هتنتج معاك سواء ذكوره او امهات. ما بتلاقيش اي موجه في الفترة دي يا جماعة. احنا دلوقتي داخلين على موسم الشتاء، لازم تكون سايب امهات جديدة، سايب امهات وذكور جديد، عشان خاطر اللي هو القدام اللي معاك دول مش هيخصبوا معاك نهائيا طول ما هم فترة تغيير شعر او تغيير فروة، على حسب ما انتوا تعرفوا. زي ده اهو، زي اهو ذكورة قديمة يا جماعة، زي ما انتوا شايفين في الخصية اهو بتاعته ذكورة قديمة. دي طبعا ما يخصبش معاك. اذا كمل الايام بتاعت اللي هي الشهر ونص بتغيير الشعر، ولازم تكون معوضه عن مجموعه الكالسيوم ديت في داخل الميه، وهنكلمكم عليها الفيديو الجاي. ويلا انا كده عرفتكم. داخلين على الصيف، تسيب تسيب لازم تسيب امهات بكر زي ده يا جماعه، زي ما احنا سايبين كده بيشتغلوا معاك في اول الشتاء. يعني هم حالنا عشار يا جماعه، وكله تمام الحمد لله. الامهات اللي انتم شايفينها قدامكم دي عشار، دول الدفعه اللي هتشتغل جديده، لان الامهات القديمه طبعا بتغير شعر، فمش هتمسك معاك لقاح الا ما تغير وتاخد مجموعه الكالسيوم والفيتامينات داخل الجسم عشان تعوض المشكله ديت. وعشان برضو ما حدش يتحشر في نفس المشكله دي على طول، لازما تغير شغلك، لازما يكون في تجديد في الشغل يا جماعه، لازما يكون في تجديد في الشغل. وطبعا معانا ام بكره هي هنتكلم عليها وهنعمل وهعرفكم الصندوق. يا ريت تكمل معايا الفيديو للاخر. سواء شغال. طبعا يا جماعه الام دي ولدت، الام الاسكندريه اللي كنت عامل لكم قلت لكم شوفوا السلاله بتاعتي. طبعا الام ولدت اهيت، وقفلنا الصندوق من بره
كل اللي عليك بقى انك تفتح الصندوق زي ما انت شايف كده، باين الصندوق قوي، باين، باين داخله. بيقابلك حاجات من بقيه الخلاصات بتاعه الولد اللي هي دي يا جماعه، باينه، اللي هي باينه قدامكم ديت، لازم تشال. لو اتثابت يوم يومين بتدوب في قلب الصندوق، فتطلع الاجنه معاك، الدود يتحول على الاجنه كلها ويبوظ لك الدنيا. طبعا اللي زي دي لازم نشال على طول، وتقلب الصندوق حلو. هل اهو امهات لسه والده النهارده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، جايبه عدد يا جماعه. ليه بقى بقول لك سيب امهات جديده؟ الام دي لسه بكره اهي، جايبه لك عدد اهو، اهو بسم الله ما شاء الله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله اهو. أهو. أهو. غير اللي في الصندوق، تعالى باين لهم الصندوق، باين، شايفين يا جماعه؟ اهو، شايفين يا جماعه اهو. ارنب زي الفل اهو يا جماعه، وجايبه عدد، جايبه عدد اكتر من طاقتها اللي هو 9 ارانب، دول 10 متهيألي يا جماعه، اهو يا جماعه. الام جايبه 10 اهو يا جماعه اهو. اهو تلقيحة الذكر الاسكندريه يا جماعه اهو. طبعا احنا نضفنا الصندوق والفرو بتاع الام، وهنحط شويه قش. تعال نشوف الام التالتة. طبعا دي يا جماعه الام الثانيه اهيت، هما الاثنين اخوات وسلاله واحده اهوت يا جماعه، جايبين عدد. دي اللي انا عايز اعرفه لكم، الفرق ما بين الصيف والشتاء، لازم تكون مجدد في شغلك، لازم تكون عندك تجديد في الشغل اهوت يا جماعه اهو. حاجه بسم الله ما شاء الله يا جماعه. شايفين يا جماعه؟ هو دي البكر اللي بيشتغل معاك في اول موسم سواء في الشتاء، وتسيب لك برضه بكر يشتغل معاك في اول موسم الصيف عشان خاطر تطلع انتاج في الصيف. وكده كده معروف اللي في الشتاء انتاج اكتر وخصوبه اكتر واعلى. طبعا نرجع بقى لموضوعنا، وطبعا نرجع لموضوعنا يا جماعه. كده عرفنا الدرجه اللي احنا نتعامل بيها طول السنين، وطول السنين هنفضل شغالين كده، نسيب كل داخلين على الشتاء نسيب امهات جديده عشان تنتج معانا، داخلين على الصيف نسيب امهات جديده عشان ما نقعش في نفس مشكله الخصوبه. الذكر ما بيلقحش، الذكر بيلقح ومفيش موجب، ومش موجب معايا. تعرف اللي هي المشكله ديت هي اللي هتقابلك، تغيير الشعر زي ما انت شفته كده، الشعر ما دام ملفت في بعضه وكثيف، تعرف ان الذكر او الام بتغير شعر، فمش هتمسك معاك تلقيح. تبدا انت تنزل اللي هو الاملاح او الفيتامين الف د 3 اهي، عشان خاطر برضو تعوضها عن الكالسيوم اللي نقص داخل الجسم بتاعه. طبعا لو عجبك الفيديو بتاعنا يا ريت تضغط لايك وتشير الفيديو على قد ما تقدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.